أهلا بصناع الصحة والجمال والناس اللي باغيين يحسوا بالخفة والطاقة الحقيقية باش يبقاو ديما في شعار كون طبيعي. واش عمرك فقتي من نعاس في الصباح والبطن ديالك منفوخ ومزير بحال شي بالون باغي يطرطق، كتحس بالثقل، غازات مزعجة والتخمة قاتلة واخا ما كليتيش بزاف في الليل؟ واش كدوز ايام كاملة وثقيلة بلا ما تدخل الحمام براحة طبيعية ديالك، او كتبقى ديما حاس بالمصارن ديالك عامرين مسدودين ومبلوكي بالمره؟ الصدمه الكبيره والقاسيه ان ملايين ديال الناس كيعيشوا في هذه المعاناه كل نهار، كيعانيوا في صمت وكيحسبوها حاجه عاديه وغير دايزه، ولكن الحقيقه الخطيره ان النمط الماكله العصري ديالنا، السكر الابيض، الخبز وقله الحركه خلات المصارن ديال الناس بحال شي موتور قديم خدام ببطء وتعب. السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم غنهضروا على موضوع مفصلي، الصحه ديال الجسم كامل. كيفاش تخلي المصارن ديالك خدامين براحه ونظافه؟ غنفهموا بالزربه شنو كيوقع لداخل، شنو هي الاخطاء الكارثيه اللي كتنفخ الكرش بيديك، والاهم غنعطيك مكنسه طبيعيه حقيقيه، روتين ذكي غيخلي الجسم ديالك يطرد الفضلات ويرتاح. باش نفهموا علاش المصارن كيتعبوا بلا تعقيد علمي، تخيل معايا جهاز الهضمي ديالك بحال شي واحد الانبوب طويل بزاف، كل نهار كيدوز منه الماكله والسوائل اللي كتدخل لذاتك. هاد المصارن عندهم عضلات خاصهم يتقلصوا ويحركوا هاد الفضلات بانتظام وبحركات دائريه حتى تخرج برا، ولكن ملي الماكله ديالك كتكون فقيره من الالياف وعامره سكريات ومعجنات ودهون مصنعه، الحركه ديال المصارن كتبدا تباطأ وكتفشل، الفضلات كتبقى حاصله مده طويله لداخل، كتعطل وكتخمر بفعل البكتيريا، وهنا بالضبط كيبدا النفخ، الغازات الخانقه والثقل اللي كيطويك في النص، وزيد عليها قله شرب الماء طوال النهار، التوتر والستريس والجلوس لساعات طويله بلا حركه. هادشي كامل كيخلي المصارن يولي كسول عيان ومتبدل. الحاجه المهمه اللي خاصك تعرفها اليوم باليقين هي ان الجسم محتاج لدوك الخلطات السحريه ديال الديتوكس الغاليين اللي كيبيعوهم في الانترنت. الجسم عنده الكبد، الكلاوي والمصارن، هادو هما الالات التقنيه الربانيه، ولكن خاصنا غير نعاونوهم يخدموا براحتهم وبلا ما نخنقوهم. دابا وقف معايا هنا وركز مزيان في هذه النقطة، حيث كاين أخطاء يومية كديرها بيديك وكتخنق المصران بشوية. الخطأ الأول وأشهرهم الفطور الخاوي من الفائدة، أتاي عامر السكر، الخبز الأبيض ديال المخبزة وكرواسة، هادشي كيرفع السكر في الدم بالزربة وكيهبط بالزربة، ولكن المصران ما كيلقى حتى شي غرام ديال الألياف اللي كتعاونو يتحرك. الخطأ الثاني حبس الحاجة وتأجيل دخول الحمام، بزاف ديال الناس ملي كيكونوا في الخدمه او في الزنقه كيشدوا راسهم بالساعات، هذه جريمه في حق الكرش ديالك، حيت المصران كيبدا يمتص الماء ديال ديك الفضلات المتراكمه، كتقصاح وكيفقد الاشاره الطبيعيه ديالو مع الوقت. الخطا الثالث قله الحركه وجلوس المستمر، جسم الانسان ماشي مصنوع باش يبقى جالس قدام البيسي 10 ديال السوايع، الحركه ديال العضلات هي اللي كدير مساج داخلي وكتدفع المصارن باش يتحركوا. الخطأ الرابع والأخطر في هذا الشيء كامل الاستعمال العشوائي ديال أدوية الإسهال وعشبة السنة بكثرة. كاين ناس كيشربوا هذه الأعشاب القوية كل سيمانة باش ينقيو الكرش ديالهم، ولكن الحقيقة المرة هذا الشيء كيدمر الأعصاب ديال المصران وكيولي مدمن عليهم. دابا غندوزو للمكنسة الطبيعية الحقيقية والمجربة ديال المصارن. أول خطوة وأهم سلاح الألياف الغذائية، هذه هي السر العظيم. الخضرة خضرة، الفواكه بالقشور ديالها، الشوفان، الزريعة ديال الكتان، هاد الألياف ما كتهضمش بل كتدخل بحال شي شيتا أو فرشاة حقيقية لداخل ديال المصران، كتكنس الفضلات، كتلصق فيها السموم وكتعاون في عملية الإخراج، كتولي منتظمة وسهلة. ثاني خطوة شرب الماء بكثرة، رد بالك مزيان،
مزيان، الياف بلا ما كافي باش تقدر دير عكس وتزيد الامساك بقوه. الالياف كتحتاج الماء باش تنفخ وتدفع الفضلات. ثالث خطوه الحركه والرياضه اليوميه، حتى المشي السريع لمده 20 دقيقه كيحرك الدوره الدمويه وكيفيق المصارين الناعسه. دابا وجد راسك لواحد المعلومه صادمه بزاف غتخليك تعاود النظر في الماكله ديالك. واش في خبارك باللي فاكهه الكيوي اثبت علميا وفي دراسات طبيه دقيقه انها كتعالج الامساك اكثر من بعض الادويه اللي كاينه في الصيدليه؟ نعم، هاد الفاكهه الصغيره العجيبه عامره بالالياف وفيها انزيم خطير وحصري. هاد الانزيم كيهضم البروتينات القاصحه وكينشط الهضم بشكل سحري وفوري. وزيد عليها الياغورت الطبيعي المسوس اللي عامر بالبروبيوتيك. هاد البكتيريا النافعه هي اللي كترمم جدار المصارن وكتطفي العافيه ديال الغازات والنفخ. الخطوة الثانية في العلاج هي بناء روتين ذكي وصارم. إلا بغيتي المصارين ديالك يخدموا بدقة بحال الساعة السويسرية خاصك نظام ثابت. في الصباح الباكر بدا نهارك بكاس كبير ديال الماء دافي على الريق. الماء دافي كيغسل المعدة وكيعطي صدمة خفيفة كتفيق المصران الغليظ من النعاس. تقدر تزيد معاه قطرات ديال الحامض إلا ما عندكش حرقة ديال المعدة. في الفطور حيد الخبز الأبيض بمرة ودخل الشوفان، الفواكه طرية أو ملعقة ديال زريعة الشيا. وسط النهار تحرك باستمرار. الا كنتي خدام في البيرو نوض وقف كل ساعه ودير حركات خفيفه. وفي الليل هذه هي النقطه الحاسمه، عمرك تعمر البطن ديالك بوجبات ثقيله ديال المرقه او المقليات قبل النعاس. تعشى بكري والماكله خفيفه وسهله وحاول تنعس بالوقت الكافي في الظلام. حتى التوتر النفسي ستريس والسهر كيضربوا العصب الحائر وكيشلوا الحركه ديال الجهاز الهضمي بالكامل في الليل. دابا غنجاوبو بالزربة على أهم 3 ديال الأسئلة كتدور في بال الناس ديما. السؤال الأول، واش خاص الإنسان الطبيعي يدخل الحمام كل نهار بالضبط؟ الجواب هو لا، ماشي ضروري. كاين ناس النظام الطبيعي ديالهم هو مرة في اليومين أو حتى 3 أيام، والأهم في هادشي كامل هو الراحة التامة وعدم وجود آلام قصحية في الفضلات أو نفخ شديد كيزعجك. السؤال الثاني، واش شرب عشبة الزينة والملينات الطبيعية كل أسبوع مزيان في التنقية ديال البطن؟ الجواب هو قطعا لا. الاستعمال المتكرر لهاد الأعشاب القوية كيهلك البطانة ديال المصارن، كيخليه كسول وكيخلي المصارن ما كيخدمش نهائيا إلا بمهيجات. السؤال الثالث، واش النفخ المستمر والغازات القوية ديما سببهم المصران عامر وموسخ؟ الجواب هو لا، مرات كيكون بسبب الحساسية الخفية في شي أطعمة بحال الجلوتين اللي في الزرع واللاكتوز اللي في الحليب، أو كيكون القولون العصبي اللي كيتهيج غير بالتوتر والفقصة. وهاد المشاكل خاصها تشخيص طبي دقيق باش تعرف السبب. الخلاصة خوتي خواتاتي، المصارين المرتاحين والمنقيين كيعنيو بالضبط جسم خفيف، طاقة طالعة، عقل صافي وكرش مسطحة بلا نفخ مزعج. السر الحقيقي ديال الصحة ماشي في الوصفات السحرية أو كينة غالية، السر كاين في الألياف، المكافي، الحركة المستمرة والتوازن النفسي والغذائي كل نهار. إلا بدلتي هاد العادات البسيطة في حياتك غتحس بالفرق الجذري وخيالي في صحتك. ولكن رد بالك مزيان، إلا حسيتي بإمساك مزمن ما بغاش يفوت واخا قديتي ماكلتك، أو لاحظتي الدم في البراز، ألم قوي ومستمر في البطن، أو نقص مفاجئ في الوزن بلا ريجيم، هنا ضروري مؤكد تزور طبيب مختص بلا حتى شي تأخير، حيت بعض المشاكل الهضمية كتحتاج الفحوصات دقيقة وعلاج طبي فوري. إلا عجبكم هذا الموضوع وحسيتوا بلي هذه المعلومات فاتكم ونورت لكم طريق، دعموا هذا المجهود بلايك للفيديو باش تزيدوا تشجعونا. بارطاجيو في الواتساب مع أي واحد كتعرفوه ديما كيعاني من النفخ والثقل في الكرش، وقولوا لي في التعاليق بكل صراحة شنو هي أكثر حاجة كتحسوها كتنفخ لكم الكرش ديالكم بالزربة. واش الخبز الأبيض، المناضة، ولا السهر، ولا الستريس؟ تهلاو في صحتكم وفرحة مصارنكم، ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله ومعلومة مفيدة. مع السلامة.